جرب كده تطفي النور وتبص في المراية. دلوقتي اسأل نفسك سؤال بسيط جدا: هو اللي في المراية أنا؟ ولا مجرد انعكاس ممكن في أي لحظة يتحرك لوحده؟ ليه بنخاف نبص في المراية بالليل؟ ليه المراية بتتحول لحاجة مرعبة أول ما الدنيا تسكت؟ وليه في ناس بيقولوا إنهم شافوا نفسهم بس بشكل مش طبيعي؟ لحظة السكون دي لما تبص لنفسك بدون حركة بتبدأ تلاحظ تفاصيل غريبة. عينيك شكلها مختلف، وشك مائل شوية، حاجة في الملامح مش مظبوطة. وده بيخلي عقلك يدخل في حالة اسمها عدم تطابق الإدراك، يعني باختصار اللي شايفه مش متطابق 100% مع اللي المفروض تشوفه. وهنا بيبدأ الخوف. العلماء اكتشفوا ظاهرة اسمها The Strange Face Illusion. لما تبص في المراية فترة طويلة، خاصة في ضوء خافت، مخك بيتلخبط، بيبدأ يشوف ملامح غريبة مش بتاعتك، أو يمكن بتاعتك فعلا بس من جانب تاني منك. المخ البشري بيكره الفراغ، بيكره الصمت، وخصوصا الانعكاسات، لأن المراية عمرها ما كانت مجرد إزاز، دي باب بينك وبين عقلك الباطن. الحاجات اللي بتحاول تهرب منها في نفسك بتظهر فجأة على وشك وانت باصص لنفسك وانت ساكت. الذنب، الذكريات، الخوف اللي دفنته من سنين، كله بيطلع بصمت من غير صوت، بس عينيك بتشوفه. الناس بتحكي عن لحظة غريبة بتحصل أوقات لما تفضل تبص في المراية أكتر من دقيقة. في ناس قالوا إن صورتهم في المراية ابتسمت من غيرهم، أو حركة بسيطة حصلت في المراية قبل ما تحصل في وشهم. لحظة واحدة كافية تخليك تشك إن اللي هناك مش مجرد انعكاس. وده اللي بيخلي ناس كتير يطفوا النور بسرعة أو يغطوا المرايات في الأوضة، لأنهم شافوا حاجة مش مفروض تتشاف. طب لو اللي بيحصل ده مش وهم، لو المراية فعلا بتوريك وش تاني منك، لو جزء من وعيك اللي بتخبيه طول اليوم بيظهر بالليل، لو المرايات بتخوفك أو حصلت لك لحظة مرعبة وانت باصص فيها، احكيلي تحت في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واستناني الفيديو الجاي.